السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ فوزية. كنتمنى تكونوا بالف خير وباحسن الاحوال. بغيتي السفنج يجيك منفوخ ومقرمش وما شاربش الزيت بالعكس ترسد ليك، غادي نعطيك السر في هذا الفيديو. جربيه بهذه الطريقه وغادي ينجح لك واخا تكوني كتصايبيه اول مره. قبل ما ندوزو للمقادير وطريقه التحضير، الا كنتو اول مره كتشاهدوا فيديوهاتي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وما تنساوش لايك الفيديو الى عجبكم. وفي المقادير كنحتاج جوج ديال الكؤوس ونصف ديال الماء. بالنسبه للحراره ديال الماء فيلاه كيكون دافي، ما كيكونش سخون بزاف لان الخلاط كيزيد يسخن الخليط. كنضيف ملعقه صغيره ديال السكر وملعقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. كنديرو غير شويه ديال الخميره لان الحال سخون باش ما تجيش فيه الريحه ديال الخميره. الا كان الجو بارد فيمكن لكم ديروا معلقه كبيره. كندير جوج كؤوس ديال الدقيق اللي غربلته من قبل عاد عمرته في الكيسان وكنخويهم في الخليط وكنبدا نخلط بهذه الطريقه. يعني كنطحن وكنوقف باش الخليط ما كيسخنش بزاف. كنحيد الا لصقت شي حاجه في الجوانب وكنزيد كاس ديال الدقيق وكنكمل الطحين دائما بنفس الطريقه. كنطحن وكنوقف. كنخوي الخليط ديالي في واحد البول كما شفتوا معايا. يعني مازال خفيف. غادي نزيدو الدقيق. وبالنسبة للخلاط فهو السر في أن العجينة كتجيكم طالقة الخيط بلا ما تدلكوها بزاف. إذا كما شفتوا معايا كملت 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق، وفي هذه المرحلة ما كنبقاش ندلك، فقط غير شوية باش هكا كيتخلط الدقيق وما كيبقاش هكاك مكور. في هذه المرحلة هذه كنضيف الملحة، يعني كنخليها هي الأخيرة باش ما كتأثرش على الخميرة. يمكن لكم ديروها قبل ما تكون العجينه مازال خفيفه شويه ولا ديروها حتى لهاد المرحله. هنايا الكاس الاخر كنضيفو غير بشويه كما شفتوا معايا، ضفت غير نص كاس. وهكا كيكون المجموع هو 5 ديال الكؤوس ونصف ديال الدقيق. صافي غير كنخلط العجينه، يعني غير كيختفي لي الدقيق ما كيبقاش باين وكتنسجم العجينه بلا ما نكتر الدليك. كنخليها هذا هو القوام ديالها، يعني كتكون شويه متماسكه ماشي خفيفه بزاف وماشي قاصحه بزاف. صافي كندهن لوجهها بالزيت وكنغطيها مزيان ونخليها حتى كتخمر وكيتضاعف الحجم ديالها. كنخويها من الهواء بهذه الطريقه. شوفوا العجينه كيفاش كتجي، يعني كتكون كتطلق ديك الشبكه. هذا هو الدليل بانها ناجحه. كنقطعها على القياس اللي بغيتو، يعني يمكن لكم ديروهم كبار ولا صغار. كندهن الكرات ديال العجين بالزيت وكنغطيهم وكندوز مباشره نقليهم بلا ما كنخليهم يرتاحوا. كندير واحد المقله فيه غير شويه ديال الزيت وكنشكل السفنج ديالي بهذه الطريقه. حاولوا انكم توسعوا ديك الثقبه الوسطانيه لانها كتضيق ملي كيبدا يطيب. بعد ما كيتنفخ السفنج يعني غير كنشوفه بدا كيتحمر من التحت، كنديرو في واحد الاناء اولا كاسرونه اولا مقله اللي كتكون غارقه وفيها الزيت. وكنبدا نخوي الزيت وكنقلبها وكنبدا ندورها باش هكا كتحمر حتى من الجوانب. يعني السفنج ما كيجيش ابيض من الجوانب. غادي نعاود معكم باش تفهموا الطريقه ديال القلي. يعني هذا الطريقه ديال القلي ضروري تتابعوها باش ينجح لكم السفنج من اول تجربه. كما شفتوا معايا السفنج كيفاش كيجي، اللون ديالو موحد كيجي من فوق كما شفتوا تبارك الله. صافي كما قلت لكم ملي كتنفخ كنديرها هنايا في هذه الكاسرونه اللي غارقه وكنبدا نخوي عليها الزيت. ضروري تخويو عليها الزيت دغيا باش كتنفخ. شوفوا تبارك الله كيفاش كيتنفخ وكيجي مبوق كما كتشوفوا. رائع. ملي كنقلبها كنبدا ندورها بهذا الشكل باش كتحمر حتى من الجوانب وما كيبقاش داك الخط الابيض في الجوانب. وهذا هو السفنج ديالي. بعد ما كنكملوه كنقدموا واحد الكويز ديال اتاي كيجي رائع جدا كما شفتوا معايا. كيجي مقرمش ما شاربش الزيت بزاف وكيجي رائع رطب وكما شفتوا خاوي من الداخل، يعني ماشي مدقص ولا شي حاجه. كيجي مجعب وهشيش، كيجي اكثر من رائع. وصلنا لنهايه الفيديو. كانت هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تجربوها وتخليو لي ارائكم في التعاليق. نتلاقاو في فيديو اخر. بسلام عليكم.